كام دول؟ مليون جنيه. نعم، مليون ايه؟ هو احنا مش اتفقنا على نص مليون بس؟ ايوه، ما هو الرجاله طمعوا. بقى الصراحه بقى هم عرضوا نفسهم للخطر بشرفي. انا ما دخل جيبي غير 200,000 من الارنب ده كله. والنبي يا عم زكي بلاش حكايه شرفك دي عشان ما نزعلش من بعض، خلينا نتعامل رسمي احسن. احنا لو اتعاملنا رسمي بقى بالصلاه على النبي هيبقى انت التلت وانا التلت والرجاله التلت. لاحظي برضه ان انا كنت عارف انهم بيحفروا حفر الكمال، بس ما كنتش تعرف التفاصيل. انا اللي عرفت اعمل حج بصنعه لطافه وبلغتك وخليتك تستعد اول ما كمال وصل الفيلا. بشرف يا دل... زكي يا عم زكي، قلت لك بلاش حكايه شرفك عشان ما نزعلش من بعض. وبعدين بقى انت ناسي ان لولايا كان زمانك لسه شغال في شويه كراتين لا راحوا ولا جم وبتبيعهم بملاليم. صح، في دي عندك حق. يوم ما قفشتيني قلت لي عبيط هتضيع نفسك وتقطع عيشك عشان شويه ملاليم. اصبر، التقيله هتجيلك لوحديها. بقول لك يا زكي بلاش تاكل بعقلي حلاوه احسن لك، لحسن انا مجنونه وممكن اجيب عليها واطيها، وساعتها بقى عليا وعلى اعدائي. ولا انت فاكر ان انا مش عارفه لعبك انت ويوسف من ورا الحاج؟ اهدى يا زكي شويه، اللعب التقيل جاي ورا وياما هبصيلك كتير. ماشي، اجيب الفلوس من العربيه. بقول لك ايه يا زكي، اوعى تتصل بيا الفتره دي مهما حصل. عيب، ده انا ذكي. بس وانت بقى يحطوا لك قلم ولا مفتاح ويسجلوا لك. وانا يسجلوا لي ليه يا اخويا؟ وشرفك ما عملت حاجه. ما دام قلتي وشرفي تبقي كدابه. اما وريتك يا زكي الكلب ما بقاش انا دلال. كده تمام، عشان تعرف ان محدش يعرف يضحك على ذاك يا دلال. خبطة العمر يا بابا. الموضوع اتنشر ولا ايه؟ ايوه، واسمي واسمك منورين الجورنال. وريني كده. يا ترى نشروه من غير ما يحذفوا حاجه ولا ايه؟ ولا حرف. معقوله؟ الاستاذ جمال مقدر جدا انك عرضت نفسك للخطر ونزلت وسط بياعين الاجهزه التصنت والالعاب الناريه والحاجات دي كلها. انا مش عارفه انت ازاي اقنعتهم ان هم يتكلموا معاك ويتصوروا معاك كمان. اصل انا فهمتهم ان انا جاي اقف معاهم ضد البلديه، بس انت عارفه انا شكلي هبدا احترم الاستاذ جمال ده تاني. انا سمعت ان هو اتخانق مع اصحاب الجريده بسبب تدخلهم المستمر، وهو كمان كان هيسيب الجريده، عشان كده خفوا ايديهم من علينا شويه. بصراحه بعد اللي حصل ده انت تستاهلي عزومه جامده قوي. معلش، خطيبي مش هيوافق. بعد اذنك. اتفضلي. خطيبي مش هيوافق. شوف اخوك كاتب ايه في الجورنال. من وراء انتشار التجسس والأسلحة الإلكترونية في مصر. ابحثوا عن حيتان. يا نهارك اسود يا إيهاب، الله يخرب بيتك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ شفت يا باشا؟ العلم سعادتك بقى اللي بيعمله اخوك ده هيقلب علينا الناس كلها. نهار اسود ومنيل، ده لو معاه مستندات يبقى الدنيا هتولع خالص. طب ما تشد حيلك يا باشا وجس نبضه كده. لا، جس نبضه ايه؟ هو عبيط؟ ده مش عبيط. هو لو مش عارف ان كل البضاعة اللي في السوق دي بضاعتنا وجيت انا اتكلمت معاه هيشك فورا. طيب ما هو بالطريقة دي يبقى ملهاش الا حل واحد، ان سعادتك تحطه تحت جناحك وتعرف منه هو وصل لايه ومين مصادره بالظبط. ولو معاه مستندات يبقى اكيد ليه مصادر جوه المينا. مينا؟ مينة ايه؟ انت مش قايل انك مظبط الرجاله اللي هناك؟ يا سيدي اغلبهم، ما انت عارف المستندات
المستندات بتعدي على 600 ايد. انت هتوغوشني ليه اكتر ما انا متوغوش؟ وبعدين في الحوسه اللي احنا فيها دي ما اعرفش يا زكي، ما اعرفش. بقول لك ايه، انت ما تجيبش سيره خالص للحاج باللي قرينا ده، ما تجيبلوش سيره. انت مش فاهم، البضاعه دي كانت فكرتي انا، وهو مش ناقص خنقه مني زياده. بص، احنا نستنى ونشوف اللعبكه دي هتوصل فين. خلاص كده احنا نستنى يا برنس. تاني برنس. انت بتراقبني يا جد؟ ايوه براقبك. يا سلام، هي بقت بالبجاحه دي؟ ليه ان شاء الله؟ تكونش بتشك فيا؟ لا، انت بتقولي ايه؟ بتتهرجي ولا ايه؟ اشك فيكي؟ وانت وش ذلك؟ امال بتراقبني ليه؟ عايز افهم انا. خايف عليكي، خايف عليكي، خايف عليكي من الديابه لا ياكلوا لحمك يا لولو. الكلام المايع البايخ اللي ملوش طعم اللي انت عمال تقوله بقالك فتره كده انا مش فاهمه، كلام مش مريحني ومش فاهماه. ومن هنا ورايح كلامي مش هتفهميه، وهقول كلام كتير واللي مش فاهمه انا هفهمه له. طب انا عايز افهم بقى، هات من الاخر من غير لف ودوران، خلصني يا حبيبي خلصني. هخلصك يا بجحة، تعالي هنا اقعدي، هخلصك يا لولو. اتفضلي اتفضلي، شوفي نفسك وانت عايقة. اتفضلي شوفي نفسك وانت قاعدة مع الكلب اللي انا لميته من الشوارع. مش من الكلب بس، لا ده مع ابوه. عاوزة تقعدي معايا يا بنت؟ عاوزة يذلني ويكسرني؟ انا كل اللي بيني وبين سيد الدقاق شغل وبس. حلوة شغل معاه، شغل من ورا ظهري. يمكن عايزة تعملها لي مفاجأة ولا حاجة. طب وابنه يا بنت؟ انا هسكت بس عشان لسه فاكره كل الحاجات الكويسه اللي كانت بينا ومش عايزه اخسرك. لا أصيلة، ده أنا شايفك بعينيا دول وأنت خارجة من أوضة الوقت في المستشفى. هو انا مش طلبت منك الطلاق؟ ما تطلقني يا اخي، طلقني بقى واعتقني لوجه الله. هطلقك بس بعد ما اخد كل فلوسي وارجعك تاني شحاتة زي الأول. انا عمري ما كنت شحاتة على فكرة، ده من دي 1 كان في ديل بيني وبينك وانت فاكر كويس ووافقنا عليه. انا الشباب والجمال والتعليم وانت الراجل اللي معاه فلوس ونفسه في الشباب. ماشي يا صاحبة الجمال والدلال، ماشي. يعني كل اللي انت كنت بتعمليه معايا ده كله ايه؟ تمثيل؟ امال فين الحب؟ حب ايه اللي انت بتتكلم عنه يا حبيبي؟ ده كان تكميل للصورة الاجتماعية، وانت كنت عارف من الاول. اوعى تقولي ان انت ما كنتش عارف وباصم بالعشرة. وبعدين انت ناسي ان انت زحفت على رجلك عشان اقبل اتجوزك؟ كل الفلوس اللي انت صرفتها عليا عشان اقبل بس ان انا اعيش معاك. انت مالكش حاجة عندي يا جاد، واعلى مفخرك اركبه. اعلى مفخير ان انا ارجعك شحاتة. انت بتضربني يا جاد؟ بتضربني؟ بتتعافى على واحدة ست؟ يا مجنون يا سافل، بتضربني؟ ايوه اضربك واكسر عظمك كمان يا سافلة يا مجرمة يا سافلة. انت يا خاينة يا كلبة يا خاينة يا مجنون يا كلبة. امشي بره بيتي يا كلبة يا سافلة يا خاينة. الجزمة بتستقرضني، انا معاش ولا كان اللي يستقرض جادل من